ما تتخضوش يا جماعة من المنظر اللي انتوا شايفينه. كل الحاجات دي هتتلم في ثانية ان شاء الله بإذن الله. بس يا جماعة قلت بقى اصور معاكم النهاردة روتين يومي. وحشتوني جدا جدا جدا، معلش انا ببدأ الروتين معاكم متأخر. عايزة اقول لكم بقى على بال اصلا ما بقوم وبفطر ومش عارف ايه، بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى النهار راح. عايزة اقول لكم ان انا بفضل عايزة طول الوقت نايمة. يعني انا في اول حملي كنت ببقى عايزة انام، بس كنت بصحى بدري برضو غصب عني علشان خاطر ال اسمه ايه المدارس بقى والكلام ده. بس من ساعة ما ابني كان في المستشفى وانا من ساعتها وانا يعني الساعة 2 دي بالنسبة لي بصحى بدري. يعني انا الساعة 2 ده اللي هو انا صاحية فيه بدري. فبجد الوضع يا جماعة مش حلو خالص، نفسي ارجع انام تاني كده. انام بدري واقوم بدري. حتى لو نايمة بدري برضو بقوم متأخر. بجد الموضوع دوت مضايقني جدا ومزعلني قوي. لو حد عنده حل بقى في الموضوع ده يقولي، انا بصحى بالعافية والله. بقى عقبال ما بصحى وبصلي الظهر وبحضر الفطار بسم الله الرحمن الرحيم، طبيعي طبعا بلاقي العصر أذن خلاص، فبصلي برضو العصر. ابص مفيش والله شوية الاقي المغرب أذن والاقي النهار راح مني. وانا ايه ده، في ايه يا جماعة، ايه اللي حصل، ايه ده، اليوم راح فين، اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. فعشان كده مش بلحق ان انا اعمل لكم روتين بالنهار. ف وعايزه اقول لكم ان انا مش كل يوم بنظف، او ان انا كل يوم بعمل الشقه كلها، لا. انا كل يوم بعمل حاجه، في يوم ما بعملش فيه خالص والله. اللي هو ايه، على حسب ما انا بقدر. لان انا فتره صعبه جدا، جسمي تقل جدا. وبحاول على قد ما اقدر يعني ان انا ايه ما اجيش على نفسي قوي. هو طبيعي باجي على نفسي للأسف، يعني هو كده كده طبيعي باجي على نفسي، بس بحاول ان انا ايه ما اضغطش نفسي قوي علشان خاطر ربنا يكرمني كده ان شاء الله واولد في ميعادي، ما اولدش قبل ميعادي. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر ايه ان انا واحدة واحدة كده. المهم، عايزة اقول لكم بقى السفرة عندي كان عليها شوية حاجات كده كانت محتاجة ان هي تتشال مطرح. كان عليها بقى الاشاعات بتاعت سليم، وكان عليها حاجات تانية كده. كان في حاجات جاية لجوزي، حد جاي من العمرة وبعت له بقى المصلية والسبحة ومسك وحاجات كده. وعارفين اللي هو اي حاجة تيجي نقوم حاطينها على السفرة. فكانت محتاجة بقى ان احنا ايه نشيلوا الحاجات دي كده. وبصراحة السفرة كانت محتاجة تتمسح، تحسوا مكان ايد الولاد معلم. فكانت محتاجة ان هي تتعمل وتتمسح كده، فقلت امسحها معاكم. لو انتي بقى اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، انا هدير. بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجة جديدة انا بنزلها. وبتمنى كلكم طبعا تحطولي لايكات للفيديو علشان انتم مقصرين معايا قوي يا جماعة في موضوع اللايك ده، ومضايقني جدا. انتم مقصرين معايا قوي، فعايزاكم كلكم كده تحطولي لايكات للفيديو. لقيت بقى في حاجة رخمة كده لازقة مش عايزة تطلع، مش عارفة بجد، مش عارفة ايه دي. فقلت اعملها بالليفة والصابونة، لو لقيتها ما طلعتش بالجلانس قلت هقوم جايبة الليفة كده واعملها بيها. بس الحمد لله يعني قعدت ايه احاول معاها كده، لقيتها في الاخر طلعت. فقلت الحمد لله خلاص بقى. بس خلتني ان انا ايه افضل امسحها كده حبة كتير يعني. عايزاكم تقولولي بقى لو في حد وصله شعار القناة بتاعتي، قولولي تحت في الكومنتات، عشان تقريبا الفيديو اللي فات ما وصلش لحد. ما وصلش للناس. فمش عارفة ايه السبب بصراحة ان هو ما يوصلش للناس. بس هو اكيد طبعا اليوتيوب ممكن عشان خاطر بقالي فترة طويلة ما بنزلش فيديوهات، فممكن ان هو ما يبعتش اسمها ايه، ما يبعتش يعني اشعارات للناس وكده. لان انا قصرت جامد. اليوتيوب بيحب طبعا الاستمرارية وبيحب الناس اللي بتقعد تنزل كل يوم، وانا للأسف بقى ايه بقالي فترة زي ما انتوا شايفين كده ما بنزلش. بس هحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا انزل، لان انا الفيديو اللي فات زعلني جدا. بصوا التراب. بصوا التراب، عايزة اقول لكم شايفين ده كده جوه الشقة. انا عايزة اقول لكم بقى عشان خاطر اليومين اللي فاتوا طبعا كان في نوة تراب جامدة.
انا دخلت اعمل البلكونة يا بنات، والله العظيم انا اتصدمت من المنظر بجد. السور سور البلكونة اسمه ايه، البلكونة نفسها وكل حاجة كل حاجة في البلكونة كانت تراب بقى بطريقة فظيعة. فما كانش ينفع كمان ان انا انضف السور كده ولا المنشر بقى، عشان المنشر كمان بتاعي ابيض، فكنت محتاجة طبعا ان انا انشر المنشر ده. ما بينفعش معاه غير ان انا ادخله الحمام وبقى ادي اعمله كده حميه حماية حلوة. ما ينفعش معاه غير كده. انما طبعا البلكونة اضطريت بقى ان انا اجيب جردل واجيب فوطة وافضل بقى اغسلها وامسح السور، وبعد كده اغسلها وامسح السور. ما كانش ينفع غير كده يعني. نزلت التراب اللي على السور الاول بالمكنسة الصغيرة وبعد كده بقى قعدت بقى اعمل زي ما بقول لكم كده. كان المنظر كان وحش جدا، وطبعا ما كانش ينفع ان انا انشر اي غسيل طول ما البلكونة بالمنظر ده. وكان تراب اصفر اللي هو التراب بتاع الصحراء ده مش عارفة بقى هل في القاهرة بس او في اكتوبر بس كانت النوة بتاعت التراب دي ولا في كله. فعايزاكم تقولولي، لان تصدقوا يعني ماما واخواتي ما قالوليش اي حاجة على موضوع النوة دي او موضوع التراب. انا عايزه اقول لكم اكتوبر هنا ما كنتش يعني ما نشوفوش اي حاجه يوم النوة دي. ما شفناش اي حاجه، يعني ما تشوفيش اي حاجه كده قدامك من كتر التراب. انا عايزه اقول لكم انا دخلت البلكونه انا اتفاجئت. انا لقيت ساعتها الغسيل كله على الارض، وطبعا الغسيل متبهدل بمعنى الكلمه. طبعا اتغسل تاني كله، اضطريت ان انا اغسل كل ده تاني، واتفاجئت بقى بالمنظر. ما مش قادره اوصف لكم بقى. عايزه اقول لكم طبعا السلك بتاع الشبابيك بقى بصوا متبهدل خالص. خايفه اعمله زي المره اللي فاتت، فاكرين المره اللي فاتت؟ فهو كده اصلا مش هقدر ان انا اعمله طبعا دلوقتي خالص. بس حتى لو عملته هحاول ان انا اعمله بقى بالمكنسه اللي بالكهرباء زي ما انتوا قلتولي قبل كده. فهو ده الحل معايا بالنسبة لي، ما عنديش حل تاني ان انا اعمله غير كده. لو انتوا عندكم بقى حل تاني قولوه، بس برضه هحاول ان انا اجل كل حاجة دلوقتي. بشوف ناس بيعرفوا يشيلوا الشبابيك دي ويدخلوها التويلت ويغسلوها. بجد انا نفسي اعرف بتتشال ازاي اللي هما الجرار دي. بجد ما عنديش اي فكرة بتتشال ازاي وهم اصلا كبار جدا، يعني هي كبيرة جدا. فالله بجد لو الواحد عرف يشيلها ويدخلها التويلت الواحد هيبقى مبسوط جدا، يعني يغسلها كده تتغسل على طول بدل الهم اللي انا فيه ده. فحاسه ان الموضوع هيبقى احسن. وعايزه اقول لكم بقى ان الالموتيل نفسه لو انا مسحته من جوه هو اصلا من بره محتاج يتعمل مطرح بقى الشتاء والتراب والكلام ده كله. هو هنا بصراحة في القاهرة عامة مفيش يعني الناس لما يقولوا ايه ده دي بتمطر، عايزة اقول لهم ايه يا جماعة، هو انتوا كده بالنسبة لكم ده شتاء؟ تعالوا اسكندرية عندنا عشان تعرفوا يعني ايه شتاء اللي هو ايه ده مفيش شتاء خالص. فهم هنا بالنسبة لكم انتوا كده بتشتي. المهم بقى مع الشتا دي والتراب طبعا الالموتيل من بره بيتبهدل خالص. وما عنديش برضو اي فكرة ان انا اعمله غير ان انا بقى انتحر عشان خاطر اعرف ان انا اعمله من بره. فالواحد لو يعرف بيتشال ازاي كده يتشال ويتحط تاني فهيريحني جدا بصراحة. خلصت اول جزء الحمد لله اللي هو السفرة هنا. يلا هندخله بقى على تاني جزء محتاج ان هو يتنضف. الانتريه طبعا محتاج فيه شوية حاجات يعني الواحد بيقول الحمد لله الواحد شقته الى حد ما ملمومة شوية، يعني اللي هو يعني عشان انا كانت ايدي فيها على طول فالحمد لله بتبقى سهلة شوية. بس اي بيت في الدنيا لما بيتساب كام يوم او بيتساب فترة طبيعي يعني بيتبهدل، ده حاجة طبيعية. يعني الواحد لما ايده في الحاجة كل يوم غير لما بيعملها طبعا كل فترة.
قلت ما امسح هنا كمان. وعايزة بقى ايه طبعا النوة دي مش الشبابيك بس، طبعا الستاير البيضة كلها ما بقتش بيضة، بسم الله ما شاء الله. انا عندي اللي بره دي كافيه، واللي عندي في الليفينج بيضة. فالبيضة دي بقى بيبان فيها بقى التراب بطريقة مش قادرة اوصف لكم. بصراحة هي بتشيل عن الشقة، بتشيل كتير عن الشقة، بس الدنيا بتبقى مش احسن حاجة خالص. البيضة دي بتبقى محتاجة ان هي تتشال على طول طبعا وتتنضف، بس برضو مأجلة كل حاجة دلوقتي بصراحة. بس المهم مسحت الترابيزة دي وحطيت الكتاب ده. بقول لكم ايه، حاسة الكتاب ده لوحده مش كفاية، اجيب عليه كتاب تاني احطه عليه، ولا اجيب اسمه ايه يا بنات، اللي هو الشمعدانات دي اللي بتتحط فوقيهم فوق الكتب دي. عايزاكم ايه تقولولي تحت في الكومنتات كده، تدوني رأيكم يعني. بس يعني الدنيا ما كانتش فيها حاجات كتيرة قوي يعني، الحمد لله. كانت محتاجة بس ان هي ايه تتنظم، كانت محتاجة شوية تنظيم، فالحمد لله نظمتها يعني. بس المهم كنت بقول لكم ايه على القلموتيل بقى. بس هو لا البلكونات الخشب مريحة ولا القلموتال مريح، بس في ناس بتعرف ان هي ما شاء الله بتعرف تشيلهم، فياريت ينصحونا يعرفونا بتتشال ازاي بجد. وهل انا هعرف اشيله؟ ده كبير قوي، هو اطول مني اصلا واكبر مني، فهل انا هعرف اشيله وهعرف اتعامل معاه ولا لا؟ برضو ايه قولولي تحت في الكومنتات كده، علشان خاطر ايه ابقى عارفة يعني. ادوني اي نصيحة يا جماعة. انا محتاجة اليومين دول، محتاجة في نصايح كتير. المهم زي ما انتوا شايفين كده زبطت كده الحاجات اللي محتاجة ان هي تتزبط، ومسكت بقى المكنسة اللي بالكهرباء كده، وقلت امسح قلت اكنس البتاع ده الانتريه. وحسيت بقى ايه ان السيراميك محتاج ان هو يتسيق، بس انا مش قادرة فعلا ان انا اسيقه يعني. انا عملت كده وحسيت ان انا مش قادرة، رحت جايبة اللي هو المنظف بتاع الارضيات ده، ورحت جايبة الشرشوبة، قلت ايه اديها مسحة كده. انا عايزة اقول لكم ان انا عملت كده، انا ريحة الشقة كلها اتقلبت، ريحتها تحفة جدا، لان ده اصلا منظف ومعطر ارضيات. ف عايزه اقول لكم خلى ريحه الشقه تحفه، ما احتجتش ان انا احط معطر يعني. حتى مسكت ازازه المعطر في الاخر قلت ارش، رحت قلت لا اصلا مش مستاهله ان انا ارش. ما حدش يعرف انا الموب بتاعتي محتاجة ان هي فيها حنفيات كده من تحت سيليكون، فتقريبا ولادي كانوا صغيرين. انا الموب بتاعتي نوعها حلو جدا، فولادي كانوا صغيرين فتقريبا شالوا البتاع السيليكون دي. فطبعا كل ما الجردل يتملى الحنفيات دي بتنزل المية من الجنب تاني، فكأنك يا ابو زيد ما مش عارفة ايه، مش عارفة المثل اللي بيقولوه ده يعني، كأني ما عملتش اي حاجة. محدش يعرف بقى الحاجات السيليكون دي بتتحط في بتتجاب منين، لاني بجد نفسي اجيبها جدا. حلوة جدا، الموب احلى بكتير من الشرشوبة، احلى وبتنضف اكتر. وبعدين الشرشوبة بتبقى محتاجة تتغير كل فترة قليلة جدا، لازم اجيب شرشوبة جديدة. بس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. انا كده خلاص خلصت، ده كده الشكل النهائي. قولولي بقى رأيكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجة جديدة انا بعملها. وما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايكات كتير قوي للفيديو. طفيت بقى الانوار كده وسبت الانوار الهادية بس، وكده كده الرينج لايت هيتطفى، فهتبقى الدنيا كده ايه هادية كده ورايقة. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.